السلام عليكم أصدقائي. وأخيرا وبعد طول انتظار وقبل أسبوع من هلا طلعت قرعة كأس آسيا يلي أوقعت منتخبنا بمجموعة شبه مستحيلة أو ما هي سهلة أبدا. المجموعة يلي وقع فيها منتخبنا بتضم منتخبات إيران والصين وقرقستان. لما طلعت القرعة بلشت الأسئلة بتدور، يا ترى منتخبنا قادر يتأهل من هاي المجموعة؟ يا ترى رح نعيش الصعوبات ونعيش الآمال ونعيش انه ما بنقدر نتأهل من هاي المجموعة، ولا رح نشوف مفاجأة كبيرة يعملها منتخبنا، ولا رح يتكرر نفس السيناريو يلي بتكرر بكل بطولة بنشارك فيها بإحباط وعدم تأهل. اليوم جيتك بفيديو اليوم لنحكي عن مجموعة منتخبنا وعن كل منتخب بالتفصيل، ونشوف مين أقوى منتخب ومين أضعف منتخب بهاي المجموعة، ورح نشوف شو هي فرص منتخبنا بكأس آسيا، وبالأخير رح أعطيكم رأيي الشخصي بكل صراحة. لكن صدقوني انه هاي المجموعة فيها خوف كبير، لكن بنفس الوقت فيها امل كبير. لكن قبل ما نبدأ بتفاصيل الفيديو بدعوك انك تنزل لأسفل الفيديو، تشترك بقناتنا وتفعل زر الجرس لحتى نستمر بالمزيد. لكن يا صديقي بدي افيدك بمعلومة انه ما في شيء مضمون بكرة القدم. ياما شفنا منتخبات قوية عم تغادر من دور المجموعات وعم تنهار قدام منتخبات ضعيفة، وكم مرة شفنا منتخبات ضعيفة عم تعمل مفاجآت كتير كبيرة بكذا بطولة. منتخبنا السوري يا أصدقائي دائما بيحب يعيش دور المفاجأة، يعني بيفاجئ كل منتخب بشك بقدرة المنتخب السوري. اولا المنتخب الايراني الوحش الحقيقي لهي المجموعه. خلينا نتفق ليتنا على شغله واحده، ان المنتخب الايراني هو من اقوى المنتخبات تاريخيا في قاره اسيا. المنتخب الايراني عنده خبره كبيره وشخصيه قويه وعنده لاعبين محترفين باوروبا. خلينا نتفق انا وانت يا صديقي، اي منتخب راح يوقع بمجموعه منتخب ايران راح تكون المباراه له صعبه بدنيا وتكتيكيا، لكن بنفس الوقت منتخب ايران ما هو منتخب مستحيل. يعني شفنا كيف انه المنتخب الايراني بيواجه منتخبات كتير كبيره وكيف انه بيضعف احيانا قدام هاي المنتخبات. فمنتخبنا السوري اذا لعب قدام المنتخب الايراني بروح قتاليه وبشجاعه وكانت الجرينتا عنده كتير قويه، فممكن انه نطلع بنتيجه تاريخيه قدام المنتخب الايراني. حتى اذا كانت هي النتيجه تعادل، فالتعادل قدام منتخب ايران ببطوله كاس اسيا هو تعادل بطعم الفوز. ثانيا المنتخب الصيني يلي هي بتعتبر المباراة المفصلية والمباراة الكبيرة لهي المجموعة. منتخب الصين منتخب غريب جدا، احيانا بتحسه كتير قوي واحيانا بتحسه منتخب عادي. يعني يا صديقي بدي افيدك انه منتخب الصين عنده امكانيات كتير قوية وعنده دوري كتير قوي وعنده لاعبين كتير قويين، بس مشكلته ان المنتخب الصيني دائما هي بالشخصية والهوية والتركيز داخل الملعب. برأيي الشخصي ان مباراتنا قدام المنتخب الصيني بتعد اهم مباراة بكل هاي المجموعة، لانه اذا فزنا فرصتنا بالتأهل صارت كبيرة، اما اذا خسرنا فالامور راح تتعقد وراح نضطر للدخول بمعادلات مستحيل حلها. المنتخب الصيني دائما بيلعب بتركيز كتير قوي وبنية قوية وضغط عالي. فمنتخبنا السوري يوم هاي المباراة لازم يكون مركز 100% امام المنتخب الصيني. ثالثا منتخب قرقستان. منتخب قرقستان المنتخب يلي لازم ما حدا يستهين فيه. اول ما شفنا القرعة وشفنا القرعة سحبت وانه كان مع منتخب قرقستان الكل قال هاي اسهل مباراة إن بهاي المجموعة، بس الحقيقة مو هيك يا صديقي، لأنه المنتخب هذا طور بآخر السنوات وصار يلعب بروح قتالية كتير عالية. يعني هاي المنتخبات يلي تعتبر من شرق قارة آسيا تصدم كل المنتخبات العربية. فمنتخبنا لازم ما يدخل أبدا بغرور ولازم يدخل بكل ثقة، لأنه إذا دخل بكل غرور لهاي المباراة فرح ينصدم. ولازم منتخبنا السوري يعتبر هاي المباراة يلي هي قدام منتخب قرقستان هي مباراة نهائية. هلا ممكن انت يا صديقي تيجي تسألني شو يلي بيميز المنتخب السوري؟ في عنا كتير اشياء بتميز منتخبنا. اول شيء الروح القتالية العالية، يعني منتخبنا بيقاتل لاخر دقيقة بالمباراة مهما كانت الظروف. ثاني شغله بتميز منتخبنا انه هي الجمهور السوري، يعني بتلاقي الجمهور السوري رايح ورا المنتخب السوري وين ما كان. يعني اي مباراة للمنتخب السوري بتلاقي الجمهور السوري معبي نص الملعب.
وثالث شيء وأهم شيء إنه صار عنا لاعبين عندهم خبرة كثيرة أكثر من قبل، لاعبين بيعرفوا كيف بيحافظوا على الكرة، لاعبين بيعرفوا كيف يتصرفوا بالمباراة، لاعبين بيعرفوا كيف يقاتلوا لآخر دقيقة. أهم شيء بيميز المنتخب السوري إنه صار عنا أمل بالمشاركة والذهاب لبعيد بالبطولات. يعني مو بس نشارك بس إنه لنشارك بالبطولة ونطلع وصلى الله وبارك، لا، صرنا بدنا نشارك لنحقق شيء ونسعد فيه الجمهور السوري. فاليوم الجمهور السوري بده إنجاز حقيقي وإنجاز كبير من شباب المنتخب. بس مثل ما حكينا عن الأشياء اللي كتير حلوة والتميز المنتخب السوري، كمان عنا أشياء تضعف المنتخب السوري، ولازم الجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز البدني ينتبهوا له. أحيانا عنا الدفاع عم يرتكب أخطاء جدا سهلة، وعنا كمية كتير كبيرة بإهدار الفرص، وكم مباراة ضيعناها يا صديقي بإهدار الفرص سهلة. فإذا الجهاز الفني والإداري عرف كيف يتصرف مع اللعيبة وعرف كيف يكون حكيم مع اللعيبة، فصدقني يا صديقي إنه رح نعمل شيء كتير كبير ببطولة كأس آسيا. هلا بعد كل هالحكي بدك تيجي تسألني هل المنتخب السوري قادر على التأهل من هاي المجموعة؟ بصراحة برأيي الشخصي أنا بشوف إنه المنتخب السوري رح يتأهل من هاي المجموعة، وعنده فرصة كتير حقيقية وفرصة كتير كبيرة ليتأهل من هالمجموعة. هلا صحيح هي المهمة صعبة لكن ما هي مستحيلة إذا لعبوا الشباب ولعبوا اللاعبين بقمة عالية وبروح قتالية قوية، وإذا ما كان في أخطاء غبية وفي تركيز عالي لكل مباراة بمباراتها، فراح نشوف المنتخب السوري بالدور الثاني، وممكن نشوفه ابعد من الدور الثاني، لانه نحن عنا لاعبين مثل ما حكيت قبل شوي، عنا لاعبين بيعرفوا كيف يتصرفوا. عنا لازم يكون بالملعب لاعب قائد يدير اللعيبه غير المدرب اللي حيكون موجود على الخط، لنتأهل بروح قتاليه. بكفينا انه مشاركات عاديه. يعني انا لما عم بقول لك لازم يكون في لاعب قيادي ولاعب يكون قائد بأرض الملعب يصرخ على اللعيبة بكل هدف، بكل هجمة، بكل تمريرة، بكل تصدي للحارس، بكل أي شيء، يكون لاعب قائد يعرف كيف يدير رفقاته داخل الملعب. لأنه صدقني يا صديقي بأي حماس وبأي صرخة ممكن تعمل إنجاز كتير كبير بأرض الملعب. برأيي الشخصي بكل صراحة أنا متفائل، مو لأنه المجموعة سهلة، لا بالعكس، لأنه منتخبنا بيعرف كيف يعيش تحت ضغوط، بيحب يفاجئ المنتخبات يلي بتشكك بقدرة منتخبنا. صدقني يا صديقي الخوف الحقيقي مو من مباراة إيران، الخوف الحقيقي من ضياع النقاط السهلة من مباراتنا قدام الصين وقدام قرغيزستان. أنا من ناحيتي الشخصية بشوف التأهل راح يصير، لأنه المنتخب السوري بيستاهل، وقبل ما يستاهل المنتخب السوري الجمهور السوري بيستاهل إنجاز، بيستاهل فرحة. رأيي الشخصي من ناحية ترتيب المجموعة راح يكون المنتخب الإيراني هو المتصدر، وإن شاء الله منتخبنا السوري راح يكون هو وصيف المجموعة، إضافة للصين صاحبة المركز الثالث، والمنتخب القرغيزستاني راح يكون متذيل لهي المجموعة. بس بدي إياك تعرف في النهاية إنه كل مباراة إلى فوارق، كل مباراة إلى حساسية، فلازم المنتخب يكون مركز بكل مباراة. وبالنهاية أصدقائي مجموعة منتخبنا لكأس آسيا 2027 هي مجموعة صعبة، لكن ما هي مجموعة مستحيلة. ممكن إنه نعديها وممكن إنه نروح لبعيد، لكن هذا الشيء ما بصير إذا ما كان عنا روح قتالية وكان عنا تطور حقيقي داخل الملعب قبل ما يكون خارج الملعب. انه نحن كجمهور سوري ما بدنا معجزات، بدنا بس نفرح، بدنا نشوف منتخبنا ونفرح بإنجاز تأهله من دور المجموعات. وبالنهاية أصدقائي خبروني بالتعليقات هل منتخبنا السوري قادر على التأهل من هاي المجموعة ولا رح نعيش أحلام كل سنة. لهون أصدقائي بصل معكم لنهاية هذا الفيديو، بتمنى أنه يكون إعجابكم، تبقوا بخير وصحة وسلامة.